ازيكم؟ وحشتوني. هنا إسراء واخدة باباها وماشية بعيد عني عشان احنا في حديقة السكيت. هي عايزة تأجر سكيت وأنا رافضة. وفي الآخر رسينا على إن هي هتأجر نص ساعة بس وخلاص، لكن هي مصرة إن هي تأجر ساعة كاملة. المفروض إن هي بتتدرب الأول وبعدين تبقى تتعامل معاه، لكن هي من غير تدريب فاكرة إن هي تبقى زي صحابها الحلوين دول بيطيروا. 100 مرة اتكلم واقول مش هينفع، لا لازم نتدرب الاول قبل ما نشتريه، قبل ما نتعامل معاه، عشان ما تقعيش، عشان ما تتعوريش. مفيش سمعان كلام خالص. بصراحة الحديقة ممتعة، والناس اللي فيها واللي بيلعبوا في الملعب، الولاد، سواء كانوا كبار او صغيرين، تحفة. ممتع، رياضة جميلة، رياضة ملهاش حل، لكن لازم التدريب. السكيت طبعا آه انواع. بس مش عارفة اقول لكم ان هو ممتع لدرجة ايه. يعني انا نفسي بجد ان هي تتعلمه، لان هو آه، يعني بحس ان هم طايرين كده، بحس ان هو حاجة كده. بتخرج الطاقة اللي جواهم، وبتخرج الكبت اللي بيبقى طول اليوم سواء عايشين في شقة او عايشين في مكان مقفول. كده بيبقى بالنسبة لهم كده في طاقة بتطلع، وفي وفي حيوية وحاجات حلوة كده. بس انا عن نفسي شايفة ان في ضحايا للسكيت، يعني شايفين اللي واقع ده وجاي يقومه راح وقع جنبه، فبتقلب الموضوع، بيقلب كله بضحك، فبيبقى موضوع لذيذ، بيبقى حلو، ما بيبقاش وحش يعني. وانا عايزة افرجكم كمان الحتة دي، انا هلكت ضحك فيها. اتفرجوا كده. اخوه ماسك في ظهره، فهو سابه في الاخر. بس بصراحة انا بروح الحديقة ديت لما بكون عايزة اضحك، لان بلاقيهم، بلاقي الولاد اللي بيقع بيضحك وبيقوم ينفض هدومه، وبيبقى ولا كأن حصل حاجة. الموضوع جميل.